تبقى شرير وغني غنى فاحش ولا تبقى طيب وفقير؟ سيب لي اختيارك يا صديقي في الكومنتات وتعالوا نشوف بطلنا اختار ايه. جوه عالم خالي من المثالية ومليء بالجنون، ده هو أورينجو، شاب قد إزازة العصير بس قوي جدا لدرجة إنه بقى بلطجي وماشي يلطش في خلق الله ويصورهم كمان علشان يعمل مشاهدات. مفيش حد بيحبه ولكن مش عارفين يبطلوا يتفرجوا على فيديوهاته المجنونة. ما عندوش أي مشكلة إنه يعيش مكروه طالما بيحقق فلوس أكتر، وكل ده علشان خاطر أكاري حتة الكنافة بالقشطة دي. أورينجو ما عندوش في الدنيا غير أكاري أخته اللي اتبقت من عيلته كلها، ولكن مريضة بمرض كبير ومحتاجة فلوس أكتر علشان تقدر تخف. وللسبب ده أورينجو وجه حياته لإثارة الجدل اللي خلته شخص مكروه جدا، ولكن بيحقق فلوس أكتر من ورا الكره ده. وكل ده مش في دماغه، المهم إن أخته تكون بخير. وعلى هذا الحال بنشوف في إحدى الأيام اللي بيزور فيها أخته في المستشفى بتتعب قصاده وبتبقى حزينة جدا، وهي بتقوله إنها تعبت من كتر المرض اللي هي فيه، ولكنه بيطمنها إن خلاص هانت وإنه هيسافروا أمريكا علشان تعمل العملية وتسترد صحتها من جديد. أخته وقتها بتسأله هيعمل إيه في أمر فلوس العملية، ولكن بابتسامته المعتادة بيطمنها وبيقول لها عيب عليا، ده انت معاك يا اخوك الكبير، انا لقيت شغلانه حلوه جدا فلوسها هتخلينا نعمل العمليه بمنتهى السهوله، انت بس فكري في انك هتبقي بخير في اقرب وقت وفي الوقت ده. ولكن اورينجو كان شايف ان مفيش اي عمل قانوني يخليه يجيب كل الفلوس دي في الوقت القصير ده، وعلشان كده لجأ للطريقه الغير قانونيه، وده لانه ما بيعرفش يعمل اي حاجه في حياته غير القتال. وبالفعل عمل فلوس كتيره وقدر انه يسفر اخته للعمليه، ولكن الغريب ان فضل في حاله اختفاء لمده شهر ومش بينزل فيديوهات، وكان معتكف في بيته وبيتابع مع أخته على التليفون، لحد ما فجأة وهو نايم بيهجم عليه شخص غريب وبيحاول يدمر له التليفون بتاعه. أورينجو بسرعة بيقوم من مكانه ومش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيجري بره البيت، ولكن برضه المغتال ما بيرحموش، لحد ما أورينجو طفح بيه الكيل وقال له لعلمك أنا هقتلك وهتبقى قضية دفاع عن النفس، فحسنك بقى اتكل على الله، أنا بقول لك أهو. ولكن المغتال كان باين عليه إنه قوي جدا، فما اهتمش للكلام ده وكمل هجومه على بطلنا، وهو بيقول له إن فيديوهاته سخيفة جدا وإنها أبشع حاجة العالم بيشوفها. أورينجو وقتها هرش الحوار كله وأدرك إن الواد اللي قدامه ده دماغه تعبانة ومش هيمشي غير بخسائر كتيرة، وعلشان كده حاول يهديه وقول له طب ما تقول من بدري يا عم إنها فيديوهاتي، هل مثلا أنا ضربت حد أنت تعرفه؟ من الآخر كده دول شوية فيديوهات بعملها علشان أكسب منها قرشين، ما أقصدش أضايقك يعني، أنت بس استهدي كده بالله يا برنس وأنا هعزمك على 2 مانجا ومشي الليلة، بس أرجوك ما تدمرش تليفوني علشان أنا ملاحظ إن أنت جاي تدمر هو بالذات. أقول لك حاجة، اضرب فيا أنا عادي، ولكن تليفوني لأ، علشان بتواصل منه مع أختي اللي مسافرة. ولكن المغتال مفيش فايدة وبيهجم على تليفونه، ولما أورينجو بيغضب وبيقول للمرة التانية إنه بيتواصل مع أخته، المغتال بيقول له فوق يا معلم، أختك ماتت بقالها شهر. وساعتها الخبر نزل زي الرعد على مسامع بطلنا، وسؤال بيتردد في ذهنه، أمال مين اللي بتتكلم معاه في التليفون؟ وهنا يا صديقي خليني أعرفك إن أورينجو دخل في مرحلة الصدمة، لأن أخته ما قدرتش تسافر أمريكا وماتت قبل السفر، ولكن بسبب صدمة أورينجو من موتها بما إنها عيلته الوحيدة فما كانش مصدق وبيتعامل معاها على إنها عايشة. وده طبعا بيرجع لأن المال الحرام مش بيدوم. أورينجو اعتقد إنه لما يجيب فلوس حرام بسهولة هينقذ أخته، ولكن للأسف أخته ماتت، ومن كتر صدمته ما كانش مصدق ده، خصوصا إن بعد شهر من وفاتها جات له رسائل منها، فكان مصدق إنها لسه عايشة. وحتى وهو واقف مع المغتال فجأة أخته طلعت له فيديو في تليفونه، لدرجة إن أورينجو كان هيغمى عليه من كتر الفرحة. وفي اللحظة دي المغتال بيبعد من ايده التليفون فورا وبيحاول انه يكسره، ولكن اورينجو بفزع بيحاول يمنعه، بس خلاص فات الاوان على ده، والمغتال حاول تدمير التليفون. وهنا بقى كانت المفاجأة الكبرى، التليفون ما حصلوش حاجة وخرج منه شبح لأكاري. اورينجو ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، ولكن مبسوط انه رجع يشوف اخته مرة تانية. وفي اللحظة الغريبة دي شبح أكاري بيتحول لشبح مرعب جدا. وهنا المغتال بيشرح لأورينجو ان في ظاهرة اليومين دول عبارة عن ان الموتى القريبين قوي مننا بيتحولوا لأشباح وبيكونوا تحت مسمى حساب ميت، فلازم يطرد روح الشبح ده علشان ما تأذيش أي حد، وفي نفس الوقت علشان ترجع لقبرها تاني في سلام. وللسبب ده المغتال بيطلع من تليفونه سلاح روحي علشان يطرد الروح دي، وطبعا أورينجو مش مصدق ده لأن ده منافي للعقل والعلم، ولكن لما لقى المغتال بيطلع السلاح بيحاول يمنعه إنه يقرب من أخته. المغتال وقتها كان متفاجئ إن أورينجو عنده القدرة إنه يشوف السلاح الروحي أساسا، وده معناه إنه عنده موهبة هو مش مدركها. بس كل ده ما كانش في بال بطلنا، ومش مهتم أساسا الشبح ده مؤذي ولا لأ، وكل اللي عايزه إن أخته تفضل موجودة، وعلشان كده حاول يمنع المغتال إنه يطرد روحها.
وهنا المختال كان على آخره، لأنه لو ملحقش يطرد الروح كل حاجة هتتدمر. وللسبب ده بكل غضب مسك أورينجو وقال له: فوق، أختك خلاص ماتت، والموتى ما بيرجعوش تاني للحياة أبدا. انت مش اللي وحدك اللي ماتلك حد بتحبه، كلنا مات عندنا حد بنحبه وبنكمل حياتنا بعدها. هي دي الحياة يا صديقي، ما ينفعش تغير قوانينها ولا تعترض عليها. يا ريتك تكمل حياتك وسيب الأحداث تاخد مجراها الطبيعي. وبعدها المختال بيطلع أسلحة الروحية وبينزل في الشبح ده ضرب لحد ما يطرد روحه، لحد ما جات اللحظة الحاسمة والضربة الأخيرة اللي هتطرد الروح. ولكن أورينجو ما بيستحملش ده على أخته، وعلشان كده بيمنع المختال إنه يخلص على الشبح بتاعها. وبسبب ده الشبح ضرب المختال ضربة قوية خلته عاجز عن الحركة، وأورينجو واقف قدامها بيعيط عليها. المختال طبعا شايف إن أورينجو غبي جدا وبيأذي نفسه وهو مش فاهم أي حاجة. وبالفعل الشبح أخدت أورينجو، ولكن الغريب إن أورينجو كان مستسلم جدا وبيفتكر كل ذكرياته مع أخته، وشايف إنه مش هيعرف يعيش من غيرها أبدا، لحد ما فجأة افتكر كلام المختال عن إن الإنسان لازم يعيش حياته ويكمل، وإن أخته خلاص ماتت. وساعتها عينه لمعت وشعوره اتغير لدرجة إن الشبح حست بده ورمته على الأرض فورا. ومن هنا أورينجو جري على تليفونه واستخرج منه سلاح روحي تحت صدمة المختال، اللي شايف أورينجو عنده القدرة دي، وكمان محاط باللهب الأزرق، وده لهب مميز جدا مش عند أي حد من طاردين الأرواح. ومش بس كده، لا، ده بكل شجاعة قدر يستخدم القوة دي وطرد روح أخته بإيده. وبعد ما أنجز المهمة دي بيقع على الأرض تحت صرخات مدوية حطمت قلبه بفراقه الأخير عن أخته، وعلشان كده فقد الوعي وانهار على الأرض. في اللحظة دي وصل أصدقاء المختال، ومن هنا بنعرف إن المختال ده اسمه كاسو، وده طالب من أكاديمية ميدن المتخصصة في طرد الأرواح، وأصحابه من الأكاديمية جايين علشان يساندوه. وهنا عرفهم إن أورينجو مش شاب عادي بالمرة ومحاط باللهب الأزرق، وقدر يطرد روح أخته بنفسه، وده اللي خلى زعيم الأكاديمية يبقى مبهور جدا، وقرر إنه ياخد أورينجو معاهم للأكاديمية، وسواء عاش أو مات من التدريبات هناك فده مرتبط بيه هو. وتاني يوم أورينجو بيصحى من النوم وبيعتقد إن كل اللي مر بيه ده كان مجرد حلم مش أكتر، لحد ما شاف كاسو قدامه وفهم إن خلاص أخته ماتت، وإن كل اللي حصل معاه ده ما كانش حلم. وبما إنه بقى أمر واقع خلاص واتفرض عليه، فحاول يفهم هو بيعمل إيه مع كاسو في المكان الغريب ده. وهنا كاسو بدأ يشرح له إن حسابه على التليفون اتمسح، بما إنه كان بيتواصل مع حساب ميت اللي هو حساب أخته اللي الروح استحوذت عليه، وبما إنه طرد الشبح فالأكاونت كله اتحذف، والحساب ما كانش فارق مع أورينجو وقتها. وكل اللي جه في باله سؤال: هو أنا كده مش هتكلم مع أختي تاني ولا إيه؟ وعلشان ما يعيطش بدأ في التظاهر إن موته عادي وإن الحياة بتمشي وإنه لازم يكمل حياته، وهو من جواه بيموت أساساً من القهرة. وطبعاً كاسو فهم حركتين التظاهر دول وقال له: مش لازم تتظاهر قدامي بالشويتين دول، أنا عارف إن أنت مقهور بموتها. وبعدين أخده علشان يعرفوا على المكان. في الأول أورينجو فكروا إنه فندق بقى وهيلاقي مية دياب في الأوضة اللي جنبه والشغلانة دي، ولكن كاسو بيصدموا إنهم دلوقتي في أكاديمية ميدن لطرد الأرواح. في الوقت ده طلاب الأكاديمية كانوا واقفين يتابعوا أورينجو بما إنه الطالب الجديد في الأكاديمية، وما كانوش عايزينه في وسطهم لأنهم شايفين فيديوهاته بيكرهوا النوعية دي من الأشخاص. وحتى كاسو ما كانش طايق أورينجو، بس مجبر يفرجوا على المكان، وده بأمر من المعلم أزاكي اللي أجبر كاسو إنه يعمل ده كنوع من أنواع العقاب ليه، بما إنه خلى أورينجو هو اللي يطرد روح أخته مع إنها كانت مهمته هو. وبعد الجولة اللي عملها مع بطلنا دي، المعلم أزاكي بيرحب بأورينجو ترحيب كبير جدا بما إنه خلاص هينضم للأكاديمية. ولكن أورينجو قال له: لا يا معلم، أنا مش مهتم أبقى معاكم أصلا، أنا كنت عامل حركتين شوي كده علشان أعالج أختي العيانة، ولكن خلاص هي ماتت فما بقتش مهتم بإثارة الجدل. معلم أزاكي وقتها صدمه برضه لما قال له: هو أنت عايز تمشي من هنا حتى لو عرفت إن أختك ما ماتتش موتة عادية واتقتلت؟ أورينجو أول ما سمع كلمة اتقتلت اتصدم ووقف مكانه فورا. والمعلم بيكمل كلامه وبيقول له: أختك اتقتلت على إيد حساب شبح قوي جدا، حد بيسيطر على الحسابات الميتة، وبما إنك كنت مرتبط قوي بأختك فاستدعى شبح في إنه يقتل أختك. والدليل على كده إن أختك وهي بتموت كانت بتنزل دموع من الدم، مش كده برضو ولا ايه؟ والكلام ده اثار الغضب في قلب اورينجو، وبسرعه سالوا عن مكان الشبح اللي قتل اخته ده او المتحكم فيه. ولما المعلم ساله عن السبب رد عليه وقال له: اكيد مش هروح العب معاك جيم شطرنج، انا هروح اقتله واخد حق اختي. وبسخريه المعلم قال له: مستحيل، علشان انت اصلا شخص ضعيف. وطبعا الكلمتين دول حمقوا اورينجو قوي وهجم على المعلم علشان يضربه، ولكن كاسو اتدخل ومنعه بما ان أزاكي يبقى المعلم بتاعه. وعلشان المعلم يحل الأزمة دي قال له: ما تتعصبش قوي كده، لو عايز تثبت ان انت قوي فعلا هسيبك تواجه كاسو، ولو هزمته
من غير ما تتدرب وبحالتك العالية دي هقولك على كل اللي أعرفه بخصوص قتل أختك. وساعتها كاسو اتحمس جدا، ما صدق طبعا يطلع غليه في أورينجو. أما بطلنا فما ترددش ثانيتين وهجم على المعلم لأنه رافض اللعبة دي، ولكن كاسو بيضربه وبيقول له القتال معايا أنا مش مع المعلم. ومن هنا بطلنا بيقف على رجله وبيبدأ في هجوم كاسو اللي استفزه بهجومه المفاجئ ده. وقتها الطلاب كانوا بيتابعوا اللي حصل، والمعلم بيأمرهم كلهم يركزوا في القتال ده بالذات، والكل كان متفاجئ إن أورينجو قادر إنه يجاري حركات كاسو مع إنه مش متدرب وبيتعامل بفطرته الطبيعية في القتال. ولكن ده مش معناه إن كاسو هيسيبه كده عادي، وبالفعل هجماته كانت قوية جدا على أورينجو اللي بيحاول يفلت منها على قد ما يقدر. والقتال ده لفت انتباه الكل، وحتى مديرة الأكاديمية خرجت علشان تشوفه بنفسها. في الوقت ده كاسو بكل استفزاز كان مركز قوي في إنه يسحق أورينجو، وبيقول له مش هسيب واحد بتاع فيديوهات بيفتح الخناقات يعدي كده من غير ما اسحقه. والكلام استفز أورينجو وراح علشان يهجم عليه، ولكن كاسو بيستخدم سلاحه وبيلكمه بيه أورينجو. لكمته قوية جدا بترميه على الأرض، وبيقول له بطل تقول مبررات غبية، انت كنت تقدر تجيب فلوس بطرق تانية قانونية، بس انت اللي استسهلت ده وعجبك ان الناس كلها مركزة معاك. ما تعترف يا عم ان انت فاشل للحد ده. وفجأة بسلاحه المدمر بينهال على أورينجو بضربات متتالية لحد ما بيقع على الأرض من كتر الضرب. وفي اللحظة دي المعلم أزاكي بيروح لأورينجو وبيقول له شفت بقى ان انت ما بتعرفش تقاتل من غير تدريب؟ من الآخر كده انت مش فاهم قوتك الحقيقية. انا عايزك تطلع تليفونك وتستحضر قوتك بانك تحس ان قوتك كلها متجمعة في ايدك. حاول تحس بده وانت هتستحضر قوتك الحقيقية حالا. وبالفعل أورينجو بينفذ كلامه لحد ما فجأة ظهر اللهب الأزرق مرة تانية، وكل اللي موجودين اتصدموا لأن ده لهب الشيطان، أقوى لهب لطارد الأرواح. في الوقت ده المعلم بيطلب من أورينجو إنه يتحرك علشان يشوف سرعته بعد ما اللهب ظهر، ولكن بسبب إن أورينجو لسه مش فاهم حدود قوته فطار بسرعة ووقع لأنه فقد السيطرة على قوته. ولكن بسبب الحركة دي قدر يفهم إزاي يستخدم اللهب ده، وبالفعل استخدمه بالشكل الصحيح إلى أن اكتشف تحركاته السليمة، وبسرعة مهولة قدر يهاجم كاسو ويصيبه بجرح مفاجئ في وشه. وكاسو بعد الهجوم ده شخصنها خلاص مع أورينجو، وكان في قمة غضبه اللي عماه، وبدأ يهاجم أورينجو زي المجنون. وكل ده بيحصل تحت صدمة الطلاب اللي مش مستوعبين امتى لحق أورينجو يبقى متمكن قوي كده. والمعلم مبهور بيه وبيقول لهم اتفرجوا، انا قلت لكم الولد ده موهوب، محدش صدقني. أورينجو وقتها تغرف نفسه وحس ان مفيش منه اتنين ومحدش هيقدر عليه طول ما معاه لهب الشيطان. ولكن كاسو كان متدرب بشكل كبير، وعلشان كده ضاعف قوته وبسلاح الروحي دمر الأرض وعلى وشه تعابير مرعبة، لدرجة إن أورينجو ساعتها حس إنه مش قوي كفاية إنه يهزمه، وإن فعلا الناس اللي هنا ما بتهزرش ومحتاج يتدرب علشان يبقى زيهم. ولكن كاسو ما كانش ده اللي في دماغه، وكان عايز يخلص على أورينجو بعد ما عوره في وشه. ولكن في اللحظة دي بيتدخل المعلم وبيوقف الهجوم القوي اللي عمله كاسو بإيد واحدة بس، وبيقول له إن خلاص القتال خلص وما ينفعش يتمادى أكتر من كده. وطبعا أورينجو وقتها كان فاتح بقه زي البلاعة من الصدمة، إزاي قدر يوقف القوة دي كلها بإيد واحدة؟ وإيه المكان اللي كله أقوية ده؟ وهنا المعلم وقف قدام أورينجو وقال له كان لازم استفزك يعني علشان تورينا قوتك الحقيقية ولا إيه؟ وقبل ما يكمل كلامه فجأة أورينجو بينحني قدامه وبكل شغف وحماس أشعل قلبه بيقول له أنا عايز انضم ليكم، أنا هبقى طارد أرواح أو أي حاجة أنت عايزها، أنا عايز أبقى قوي من أي شخص تاني. وفي اللحظة دي تنهمر الدموع من عيون أورينجو، وبكل إصرار بيقول أنا لازم أبقى قوي قوي لدرجة إن أنا آخد بانتقام أختي. المعلم في اللحظة دي بيحتضن مشاعره وبيوافق على انضمامه للأكاديمية، وفي مقابل ده بيديله حلوى بتدل على إنه خلاص بقى واحد منهم. وكل ده بيحصل تحت أنظار من الحقد على أورينجو من طلاب الأكاديمية، وخصوصا الواد اللي بأربع عيون ده اللي قرب يولع من كتر حقده إن في طالب معاه لهب الشيطان بالفطرة. ولكن مش مهم، أورينجو أقسم إن مفيش حاجة هتمنعه من إنه ياخد بانتقام أخته مهما حصل.